من لا يملك شيئا يخسره لا يخونه أحد. أنا خلاص حاسس نفسي قربت أموت، هرتاح إمتى؟ مفيش حاجة حتى تصبرني على اللي أنا فيه. يا ريتهم حتى بيسألوا عليا وبيبروني واعرف إن الفلوس دي أداة مش غاية علشان تحقق لنا أهدافنا أو تسهل علينا الحياة. فاهمين مدى الألم النفسي والعميق اللي عند حضرتك، وكأنك بتقول لم تكن الغنائم بمقدار الحرب. غربة 25 سنة دي اللي كانت علشان خاطر ولادي ومراتي طلعوا بالشكل ده، أو النتيجة كانت كده. أنا مواطن مصري مقيم في الكويت من 25 سنة وبشتغل مدرس. أول 5 سنين خدتهم لوحدي. هو أنا في الأول كنت بشتغل عامل وكان معايا دبلومة، وفضلت أقدم في أكتر من مدرسة سواء خاص أو حكومي، وفي الآخر اتقابلت في مدرسة حكومية والحمد لله الحال كان ماشي كويس. أنا عندي حاليا 55 سنة ومعايا 3 أولاد وبنت. في الوقت ده بعد ما ربنا كرمني واشتغلت في المدرسة الحكومي بعدت لمراتي وولادي وقعدوا معايا تقريبا 7 سنين. وعلشان ظروف الدراسة بتاعت ولادي مراتي اقترحت انها تنزل مع الولاد علشان تخليها معاهم وتاخد بالها منهم، وقالت لي اني اخليني هنا وانزل بس في الاجازات. هو انا كنت ناوي انزل معاهم وقلت كفاية الفترة اللي قضيتها هنا في الغربة، والحمد لله الدنيا كويسة معايا ومعايا شقة دلوقتي وعربية وكفاية كده. بس للأسف كان عندي التزامات مادية كتير. مراتي كل سنة كانت تورطني في حاجة. كان في مثلا شاليه شارينه كنت بدفعله قسط، وفي شقة كنت شاريها واتنصب عليا فيها ومستلمناهاش، ففي مبلغ كبير ضاع. وولادي كلهم كانوا جامعات خاصة، فأنا قلت لهم أنزل واقترحت عليهم يدخلوا جامعات حكومي، وهم رفضوا وأمهم كمان رفضت. قالت لي معلش خليك كلها كام سنة وتنزل، وأنا هبقى سافرلك بتاع أسبوع ولا حاجة. فهي كانت بتيجي مرات ومرات لأ، لحد ما السنين بقت تعدي ورا بعض، وكل سنة ألاقي نفسي متورط في أقساط كتير. كل ما قسط يخلص ألاقي قسط تاني غيره، ده غير مصاريف الولاد. وكل واحد في ولادي معاه عربية وبدفع أنا قسطها، والبنت كمان جابت عربية زيهم. فأنا كل ما ببص لكل الالتزامات دي بقول مفيش حل، لازم أفضل هنا، يا إما هتحبس لو نزلت، يا إما هنبيع كل الكلام ده ومش هيكفي حتى، لأن كل ده له فوايد. أنا عمال بحسب وبقول لنفسي يعني بقالك 25 سنة في الكويت وبتاخد مرتب كويس جدا وبدي دروس كمان، يعني بيدخلي دخل محترم، وكل ده مش مكفي. أنا عندي 55 سنة وحاسس نفسي تعبت ومش عارف استمتع بحياتي برغم ان بيجيلي دخل كويس، بس اعمل ايه؟ انا ولادي حاليا مخلصين جامعة والبنت لسه في الجامعة، وامهم راحت حجزت للولاد كل واحد فيهم شقة بحجة الظروف وانهم لسه صغيرين ولازم نأمن لهم مستقبلهم. هم بيشتغلوا بس يدوب المرتب حتى ما يكفيش بنزين العربية بتاعتهم. معتمدين على الفلوس اللي انا ببعتها، وياريتهم بيسألوا عليا وبيطمنوا على ابوهم اللي مرمي في الغربة. لا، ده كل فين وفين اما بيفتكروني، او اما يفتكروا انهم محتاجين حاجة فبيسألوا عليا. حتى البنت اللي بقول فيها خير شوية وبتسأل عليا في اخر السؤال بتطلب حاجات مني. كل ما اكلم مراتي في موضوع نزولي واني تعبت تفضل تقولي معلش استحمل، يرضيك نتبهدل وولادك يتبهدلوا؟ طيب نجوز الولاد الاول وبعدين ابقى انزل. انا بقالي بتاع 10 سنين عاوز انزل، وهي في كل مرة تقولي السنة الجاية اللي بعديها. انا خلاص حاسس نفسي قربت اموت، هرتاح امتى؟ مفيش حاجة حتى تصبرني على اللي انا فيه. يا ريتهم حتى بيسألوا عليا وبيبروني. لا، هم معتبريني بنك بس مش اكتر، سواء هم او مراتي. انا بس عبارة عن مغارة علي بابا اللي بتجيب لهم فلوس. انا من 3 شهور كده قابلت واحدة مغربية عندها 35 سنة، وهي مطلقة وعندها ابن صغير. هي شغالة مدرسة معايا في المدرسة، وكنت معتبرها دايما زي بنتي، لحد ما حصل زي استلطاف ما بيني وبينها، وتحولت المشاعر دي ما بيننا لمشاعر حب من غير ما احس، لحد ما لقيت نفسي بكلمها وبقول لها انا معجب بيكي جدا وعايزك زوجة ليا. وهي كانت كأنها مستنية اقول لها كده. قالت لي انا شايفاك مثال للراجل المكافح المحترم، وكأنك عندك 20 سنة مش 55 سنة ابدا. انا في الوقت ده استرجعت شريط حياتي مع مراتي وولادي. مش عايز بس حد يحكم عليا ويقول عليا عندي مراهقة متأخرة، ولا حد يقول الراجل كبر ولسه عايز يتجوز.
أنا من غير ما أحس ولا أحسب أي حاجة لقيت نفسي عندي مشاعر تجاه البنت دي، كأن الزمن رجع بيا 30 سنة وقلبي رجع شباب. هي البنت دي محترمة جدا وعلى قدر من الجمال والاحترام، وبتشتغل زي كده ومش طمعانة فيا أبدا. بالعكس، هي عارفة إن معظم المرتب أو دخلي كله تقريبا ببعته على مصر، فما أعتقدش إن ممكن تكون طمعانة فيا. بالعكس، ده لو حد المفروض هيكون طمعان في حد فينا ده هيكون أنا، وده مش حاصل. أنا عارف إني هفتح على نفسي أبواب حرب في مصر بيني وبين مراتي وولادي لو عرفوا حاجة زي كده. مش علشان أنا أبوهم مثلا وخايفين عليا أو الكلام ده، لأ، أنا بالنسبة لهم مصدر الفلوس وبس. أنا فعلا ملقتش نفسي غير مع البنت دي، هي فعلا اللي بتحسسني إني بني آدم، مش واحد بيجيب فلوس بس وخلاص. هي دي مشكلتي، وعايز أعرف منكم أتجوز البنت دي ولا لأ، ولا خليني زي ما أنا لحد ما ربنا يفتكرني. ودي رسالة وصلتنا وردنا عليك كالآتي: المشكلة صعبة جدا ومؤلمة. يعني حد في سن حضرتك طول الوقت حاسس إنه مش لاقي نفسه، محدش ولا بيهتم ولا بيسأل فيه، ما كنتش بتلاقي غير الخذلان من أقرب الناس ليك، اللي حضرتك أفنيت عمرك علشان تعيشهم حياة كريمة وتوفر لهم كل احتياجاتهم. حضرتك نسيت نفسك، كنت عبارة عن بنك بس لولادك. هما حتى ما قدروش تعبك ده، بالعكس، دول حبوا الموضوع وبقوا عايشين في رفاهية زايدة عن الحد من غير ما تصعب حتى عليهم. حضرتك وفرت لهم الفلوس بس نسيت حاجة مهمة قوي، أهم من مال الدنيا، وهي المشاعر والدفء والحنان والتربية الصالحة. حضرتك انشغلت عنهم بحجة الفلوس واعتمدت على زوجتك اللي كان كل همها برضو زيهم الفلوس وبس. اعتمدت عليها في تربيتهم، وللأسف ده مش كان اللي شاغلها أو اللي كانت بتسعى ليه. كل همها بس ازاي أجيب فلوس الشاليه والعربية والشقة وبس. لكن الولاد بيسألوا على أبوهم ولا طيب معتمدين على نفسهم ولا لأ، كل ده ما كانش في بالها. وحضرتك طبعا في الوقت ده بتفكر ازاي تجيب فلوس واسدد قسط كذا وكذا وكذا. مش بلوم حضرتك، انا بس بذكرك وبذكر كل الناس ان في حاجات لو الوقت عدى عليها ما ينفعش نرجع نصلحها تاني، زي تربية ولادك كده. كان ممكن تكتفي بمدة معينة قضيتها وخلاص في الغربة، ولو كان رد فعل مراتك وولادك غير كده ما توافقهمش. كده كده مش هيكتفوا بالفلوس ولا هيشبعوا، بالعكس طول ما انت بتسمع كلامهم هيفضلوا يطلبوا منك، وهتفضل دايما على الحال ده. انا زعلانة جدا وانا بكلم حضرتك وصعبان فعلا عليا. عايزة اقول حاجة، يعني حتى زوجة حضرتك اختارت انها تفضل في مصر مع ولادك ومفكرتش حتى تبقى ممتنة لحضرتك. يعني مين المفروض يبقى ممتن للتاني؟ هل الشجر يجب ان يكون ممتنا لأوراقه؟ يعني الزوج اللي يكون ممتن لمراته؟ زوجتك دلوقتي شايفة نفسها هي اللي ربت الأولاد وتعبت، والعكس هو اللي كان حاصل، وكل اللي كانت بتحتاجه من فلوس كانت بتاخده وبتصرف من غير حساب، وراحة جايبة عربيات للولاد كمان. معلش، حد في سن حضرتك مش مجبر تشتري لأولادك عربيات، وخصوصا انهم كبار المفروض يعتمدوا على نفسهم. حضرتك فجأة كده لقيت نفسك سجين لكل ده، وفي الآخر زوجتك بتقولك تعمل ده وندفع بس قسط شقق الولاد وبعدين تبقى تنزل وترتاح. معلش، هو هترتاح امتى؟ يعني ربنا يبارك في عمرك وحضرتك ضامن عمرك؟ يعني ده سن المفروض حضرتك تستمتع بيه وتحصد الزرعة اللي زرعتها وتشوف ثمار تعبك دي وتحس انك عملت حاجة. لكن صعب جدا الواحد يوصل للمرحلة دي، يحس انه ولا ربى ولا حتى الفلوس خلاص كده اكتفى بيها. في مقولة بتقول: من لا يملك شيئا يخسره لا يخون أحد. الخيانة مش لازم تكون محسوسة، في خيانة بالمشاعر والأحاسيس. حضرتك اتخنت من أقرب الناس ليك، اعتبروك بنك وبس، والفلوس اللي المفروض تكون نعمة من ربنا وتعيشكوا حياة حلوة، وتعبت جدا لحد ما جبتها من مجهودك وتعب سنين في الغربة، أصبحت نعمة للأسف، ومراتك كانت أداة مستهلكة فقط. عايز أسأل حضرتك سؤال: وما ذنب المطر إذا كنا وحلا؟ الفلوس أيا كانت نعمة من عند ربنا وسلاح ذو حدين، في ناس هتستخدمها في الخير وناس في الشر، وتربي ناس عليها تربية سيئة وتنشئهم تنشئة كلها دلع وعدم تحمل مسؤولية. يعني احنا اللي بنطوع الفلوس دي وبنستخدمها، لكن هي في النهاية نعمة. ما تتوقعش حضرتك أولادك اللي تربوا إن أي حاجة يحتاجوها تجيلهم على طول هيطلع منهم مؤمن آل فرعون. دول مش بيسألوا عليك أصلا بالرغم اللي بتعمله معاهم. عايزة أقولك الإسراف في العطاء يعلم الناس البجاحة. حضرتك للأسف اللي عملته ده كان سبب في اللي حضرتك شايفه دلوقتي، فهل ممكن يكون في أمل لإصلاحهم؟
اكيد في امل. عايزة بس في الاول ارد على سؤالك بخصوص انك تتجوز البنت المغربية دي ولا لا. انا من رأيي طبعا اتجوزها. انت عمرا فاتك ادراكه وجاءك الان استدراكه. جاتلك واحدة حسستك بحالة عمرك ما حسيتها مع مراتك وولادك، كأنك لسه بتبتدي حياتك. لو البنت دي محترمة وواثق فيها وفي أخلاقها، خلاص اتجوزها وعيش حياتك. والبنك اللي دايما فاتحه لولادك ده اقفله خلاص. هما كبروا وجه الوقت المفروض يعتمدوا على نفسهم. وارجع لكلامي لما كنت بقول انك تصلحهم ازاي، فدلوقتي حضرتك خليهم يعتمدوا على نفسهم. هم بيشتغلوا دلوقتي، حاولوا هم يتصرفوا. وخليك واثق اللي انت بتعمله ده هيصلحهم وهيفيدهم كتير وهيعرفوا قيمتك كلهم. اتجوز واستمتع بحياتك وعمرك اللي اتسرق منك. احنا متفهمين مدى الألم النفسي والعميق اللي عند حضرتك، وكأنك بتقول لم تكن الغنائم بمقدار الحرب. غربة 25 سنة دي اللي كانت علشان خاطر ولادي ومراتي طلعوا بالشكل ده، او النتيجة كانت كده. ابدأ من جديد واستمتع بحياتك. ولو هتخلف تاني من البنت المغربية دي، حاول ما تكررش اللي عملته مع ولادك في تربيتهم. وخليك وسط عيلتك، واعرف ان الفلوس دي أداة مش غاية علشان تحقق لنا أهدافنا أو تسهل علينا الحياة. وإن شاء الله نتمنى لك كل خير والسعادة وراحة البال. شكرا ليكم، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات مريم.